إحنا النهارده قدّام نموذج يعني صعب إن إحنا نوصفه لإنها بجد بطولة، بطولة، بطولة مطلقة. لإن هو عرّض نفسه للخطر علشان خاطر يعني ينقذ رزق حد. يعني المكنة دي كان في 2 واخدينها سارقينها من الآخر كده واخدينها وماشيين. أستاذ أيمن بجد يعني رغم إن هو يعني كان لوحده، ما قالش لأ أنا لوحدي ومش هينفع أروح وراهم، لأ جري وراهم وحاول إن هو يشوف موضوع المكنة ده لحد ما هم سابوها وجريوا لإن خافوا منه. بالرغم إن هو برضه كان ممكن يخاف علشان خاطر ممكن يثبّتوه أو ممكن يكون معاهم أي أداة تانية زي سلاح أو أي حاجة من الحاجات دي علشان خاطر يسرقوا الحاجة. بالرغم من كده هو عرّض نفسه للخطر وكمّل للآخر وقال لأ أنا هامشي وراهم، وراح فعلًا جاب المكنة. هنتكلم معاه ونشوف إيه اللي حصل بالضبط. إزي حضرتك يا فندم؟ احكِ لي بالضبط بقى إيه اللي حصل؟ حضرتك وأنا جاي الصبح على الساعة 9:30 كده أفتح الورشة ولقيت 2 معديين بمكنة. فحضرتك أنا شكيت فيهم شوية، يعني مثلا على سبيل مثلا عدوا شوية ولا حاجة يجي 10 متر كده، لقيتهم بيتلفتوا حوالين نفسهم على سبيل يعني إيه نشوف حد وراهم ولا لأ. فشكيت إن إيه المكنة دي مسروقة. فمشيت وراهم شوية كده لغاية ما وصلوا آخر الشارع. فاختفوا من قدامي، دخلت أنا من الشارع وهما دخلوا من شارع تاني والكلام ده لغاية ما مشيت. لغاية ما هما مشوا شوية كده لقيته في ناس 2 معايا كانوا موجودين هناك، فقالوا لي ده أول ما شافوك بالمكنة والكلام ده طلعوا يجروا وسابوا المكنة وطلعوا يجروا. على سبيل برضك إن أنا أشوف مكنة مين ديّة والكلام ده. فطلعوا يجروا منّي، فما عرفتش أجيبهم صراحة، لإن أنا معلش ما كانش معايا مكنة ولا أي حاجة أنا أجري وراهم. لقيتهم خلاص هيركبوا العربية وجروا، لكن أنا ما شفتش شكلهم عامةً يعني، لكن أنا شايفهم من ضهرهم. تمام، بعد كده إيه اللي حصل؟ بعد كده حضرتك بابُص على البتاع لقيت الضفيرة مقطوعة، ولقيت المنافلة ما كانتش موجودة. طبعًا ديّة الحاجة الوحيدة اللي نجزت صاحب المكنة من الحوار كلّه، إن لو المنافلة موجودة كان خدوها وجريوا. إمم. و وحضرتك رُحت جاي منزّل جروب والكلام ده منزّل صورة والكلام ده باسمي والكلام ده، على سبيل إن صاحب المكنة يتواصل معايا، لإن الحاجة الوحيدة السوشيال ميديا والكلام ده هي الوحيدة اللي بتقرّب المسافة لبعضها. أنا ما أعرفش دي مكنة مين عامةً يعني. فالمهم لغاية ما صاحب الشأن جه، خد المكنة وجاب جاب الجواب وجاب الرخصة، واتأكدت من الشاسيه بتاعه والكلام ده وحاجات من ديّة والنمر. وفعلًا طلعت بتاع واحد يعني جايبها لأكل عيشه وما ينفعش إن هي أصلًا حتى تعمل حركة زي دي. ما خُفتش لأ طبعًا ما خُفتش طبعًا. وأنت بتجري وراهم لا، كده لأ، أنا وعارف إن حطيت هم نفسي ممكن يكونوا مكان اللي هي معاهم أي المكنة تحت حاجة؟ هنا، اللي هي تحت هنا، أحط نفسي في خطر عشان هي فكرتها بتاعتي. أكتر من كده ما اترددتش. ورفضت تاخد لأ أكيد طبعًا رفضت تمامًا حاجة زي دي، لأن هو كان حتى جه اتكلم معاه في حاجة زي كده وقلت له لأ. ربنا يكرمك بالحلال يا رب. يعني رفضت تاخد أي فلوس لا، مقابل لا، لأ إنك طبعًا لقيتها لأ، أو خدتها لا، من لا، الناس. حاجة يعني مش مستاهلة عامةً يعني. طبعًا اللي ساعدهم